تدخل الرئيس تنهي مسيرة الموسيقار المغربي أمين بوتشار في مصر. لن تصدق ماذا حدث، ولكن في البداية عطر فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب للفن المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد نجاح حفلات الموسيقار المغربي أمين بوتشار في مدينة العالمين الجديدة بمصر، وتفاعل الجمهور المصري والجمهور العربي مع الموسيقار أمين بوتشار لإحيائه الأغاني القديمة بطريقة مذهلة، والكل شاهد تلحين أغنية جانا الهوى التي غناها الجمهور المصري في القاعة والأغاني الوطنية المصرية. لكن تفاجأ الجميع بتصريح خطير لنقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، الذي قال عبر الموقع الرسمي للمهن الموسيقية، وقال: تم إيقاف حفلات الموسيقار المغربي أمين بوتشار بسبب لم يأخذ إذن من نقيب المهن الموسيقية، وتصريح على الألحان التي يؤديها. والألحان التي يؤديها أمين بوتشار هي ألحان فنانين مصريين وعرب رحلوا عن عالمنا، ولكن وقع أمين بوتشار في حقوق الطبع والنشر، وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون المصري بغرامة مالية 10,000 جنيه وحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر. لكن النقابة ستتواصل مع مقدمة البرنامج منى الشاذلي ومجموعة قنوات CBC المنظمة للحفل. وقال نقيب الموسيقيين المصريين أن هناك ضغط عليه كبير من فنانين مصر بعد إلغاء حفلاتهم في الساحل الشمالي والعالمين الجديدة بسبب الموسيقار المغربي أمين بوتشار. وقال مصطفى كامل النقابة ستعمل على إرضاء كل الأطراف. وفي النهاية لو أنت متضامن مع الموسيقار المغربي أمين بوتشار اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.